بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سير قديسين وقديسات كثيرة قدمها لنا الأستاذ المحبوب المخرج ماجد توفيق، وهو دائما يسعدنا بمجهوده المميز. كل الشكر لقداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث الذي شجع هذه النهضة للأفلام الدينية. نشاهد الآن فيلما جديدا لقديسة عظيمة، وهي القديسة أناستاسيا ابنة أحد الأمراء في القسطنطينية، التي جاءت إلى الإسكندرية وإلى وادي النطرون وعاشت مع الله في رهبنة وفي وحدة وفي مسكن شديد جدا طوال ما يقرب من 30 سنة، ولم تعرف مذاقة للأكل طوال هذه الفترة سوى الخبز الجاف والملح. وكان يقودها في هذه الفترة أب جليل هو الأب دانيال قم الشهيد. رفضت هذه القديسة أن ترتبط بملك أرضي لتكون عذراء وعروسا للسيد المسيح ملك الملوك، وعاشت في عزلة شديدة وانحلت من الكل لترتبط بالله الواحد، وأفنت جسدها وحياتها في عبادة حية مرضية لله، وكانت أمينة جدا مع المسيح إلى النهاية. قبل أن أترككم لمشاهدة هذه السيرة المقدسة، أود أن أشكر كل من قام بهذا المجهود، سواء في التمثيل أو في الإعداد أو في الإخراج أو في من هم وراء الكاميرا، وأخص البطلة يرمين ماجد صاحبة الحضور والوجود في الأفلام الدينية، والتي قامت بدور هذه القديسة في إتقان شديد. بركة شفاعة هذه القديسة الناسكة تكون مع جميعنا آمين. لإلهنا كل
خرجت من دار الشقاء متشوقة لدار الهنا، أفضل لقاء بحبيب فدانا كلنا. سبت القصور عالم غرور وسكنت فيه وسط الصخور، كنت الشعاع وسط الصراع وبالاتضاع رب الحياة ملاكي. أنستاسيا 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 يا حبيبة المسلمين، يا زهرة في عمر الربيع. لما الشهور زادت وزاد العناد، كان الأمان ملوش مكان غير حضن سيد العباد. هربت من محنتك وقفلت باب غربتك ولبست دوب الرجال، أمنت بيك قصتك والرب زاد خطوتك وارتحتي من برحال. ولما حالت فرحتك خرجت من دنيتك والعزمة زادت كسوتك رحت ليسار المراد. ولما حالت فرحتك خرجت من دنيتك والعزمة زادت كسوتك رحت ليسار المراد. أنستاسيا 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 يا حبيبة المسلمين، يا زهرة في عمر الربيع. أنستاسيا 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 يا حبيبة المسلمين، يا زهرة في عمر الربيع. أنستاسيا 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 يا حبيبة المسلمين، يا زهرة في عمر الربيع. أنستاسيا أنستاسيا، أنا هنا يا كارو، تعالي. مولاتي صحيت وعايزاكي في جناحها. طب خدي دول. تعالي ورايا. مين دي يا نرسيس؟ دي يا مولاي الامبراطور الجميلة أنستاسيا، اللي اختارتها مولاتي الامبراطورة ثيودورا عشان تكون جنبها. هي دي يا أنستاسيا؟ هي يا مولاي. عبدة ولا حرة؟ لا حرة. دي من أكبر العائلات في القسطنطين. عال. إيه؟ خير يا مولاي. خير. كمل انت التقرير بتاعك. نكمل؟ ما نكملش ليه؟ بس قبل ما نكمل ناكل تفاحية. أنستاسيا أنت فين؟ أنا هنا يا مولاتي. كنت بجمع لمولاتي الزهور اللي هي بتحبها. كارول، حطي الزهور في الزهرية اللي وراكي. أمرك يا مولاتي. تعالي يا أنستاسيا، اقعدي جنبي. ما يصحش يا مولاتي. وبعدين معاكي لازم تعرفي ان انا لما اخترتك بين صديقاتي عشان تعيشي معايا في القصر، مش عشان يكون في بيني وبينك تكليف. ثم انت الشريفة أنستاسيا، ومولاتي إمبراطورة أنطاكيا. أنستاسيا، انت تعرفي انا بحبك قد ايه وبعتبرك زي اختي. وده نفس شعوري يا مولاتي. مولاتي تأمرني بأي حاجة تانية؟ لا شكرا، ما تدخليش حد علينا، اتفضلي انت. أمرك يا مولاتي. خير يا مولاتي، أنا شايفاكي مضطربة النهاردة. حلمت حلم فظيع يا أنستاسيا. خير يا مولاتي.
شفت مارد كبير له جناحات خطف مني التاج وحطه على دماغه، وبعد كده مسكني من ايدي ورماني في حفرة من نار. والحلم ده بيتكرر يا مولاتي؟ لا. اسمحي لي يا مولاتي ارفع التكليف واسألك، انت بتصلي قبل ما تنامي؟ لازم يا مولاتي تصلي قبل ما تنامي عشان ربنا يحفظك من الشرير. عندك حق يا أناستاسيا، أنا فعلا بقالي مدة ما بصليش. أنت إنسانة جميلة وأنا بحبك. تعرفي لو حكيت الحلم ده لواحدة من وصفاتي تعرفي كانوا شاروا عليا بإيه؟ بإيه يا مولاتي؟ بالعرافين والسحرة، وكانوا دخلوني في متاهات، لكن أنا عشان ربنا بيحبني خلاني أختارك صديقتي. ده بس من محبتك يا مولاتي، ربنا يمنحك الصحة والسعادة. لكن قول لي يا نرسيس، انت عرفت الاخبار دي كلها منين؟ يا مولاي ده انا نرسيس، ما تستخباش عني حاجة ابدا. دي دبة النملة بتحصل في القسطنطينية بسمعها وانا. أناستاسيا انت قلت حاجة يا مولاي؟ يا نرسيس، لو العمر يرجع بيا تاني. كلام ايه ده يا مولاي؟ عمر ايه؟ هو انت كبرت ولا كبرت؟ ده انت في عز شبابك يا مولاي. ده كل بنات الامبراطورية يتمنوا رضاك. والامبراطورة ثيودورا، المشكلة مش في الامبراطورة، المشكلة في الشكل الديني للموضوع. عموما ده موضوع سابق لأوانه. فعلا يا مولاي، موضوع سابق لأوانه. لما ابقى الاقيها. هي مين يا مولاي؟ اللي هتحل مكان الامبراطورة. اسمح لي يا مولاي ان اقول لك يا ريت تغير فكرك في الموضوع ده. اغير فكري؟ ليه يعني؟ لاني في الحقيقة خايف من الامبراطور. وانت ايه دخلك انت؟ انت اللي تعيس ولا انا؟ انت يا مولاي. خلاص، ثم مين فينا اللي هيتجوز، انا ولا انت؟ انا وانت يا مولاي. ازاي يعني؟ ما انا تعيس زيك يا مولاي. مولاي. نعم، في ايه؟ مولاتي بتطلب المقابلة. قولي لها هتقابلني في القاعة الكبيرة. أمر مولاي. حاجة غريبة، الامبراطورة تطلب المقابلة. فعلا حاجة غريبة، هن النساء كده يا مولاي. تزعلني امبارح وتعتذر النهارده. ولا تزعلك امبارح وتعتذر النهارده. ده مش شغلك ده. فعلا. انت مالك انت؟ مش شغلك. خليك في شغلك، كمل الرسائل اللي هتبعتهم للولاة. حاضر، نكمل الرسائل اللي هنبعتهم للولاة. معانا تفاحة ناقص صباع الموز. خير، طلبتي مقابلتي؟ أيوة يا مولاي، عايزاك تنعم برتبة على واحدة من صديقاتي. مين يا ترى سعيدة الحظ دي؟ أناستاسيا مولاي. أناستاسيا؟ أيوة يا مولاي. وإيه السبب؟ اخلصها يا مولاي. اخلصها. اخلصها لمين؟ ليا وللإمبراطور طبعا. ما عنديش مانع. في حاجة تاني؟ شكرا يا مولاي. بس أنا ليا شرط. أشرط يا مولاي. تكون فعلا على مستوى الرتبة. من حيث كده اطمن، هي من الأشراف. يبقى كلام نرسيس مظبوط. اختبرتيها؟ اتأكد يا مولاي اني اختبرتها وعرفت اخلاصها. عال. من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. مقبولة عطاياك يا سيد بكري.
يا سيدنا الأسقف ساويرس، ده أقل واجب ممكن أقدمه للرب أمام عطاياه الكتيرة. ربنا يباركك يا ابني. وانت ازيك يا بنتي؟ مالك مهمومة ليه؟ مفيش يا سيدنا، نشكر الرب. في ايه مزعلها؟ يا سيدنا، أصل والدة أنستاسيا زعلانة من بنتها واخدة على خاطرها منها. خير يا بنتي، ده حتى أنستاسيا فتاة بره ومتدينة. يا سيدنا يخلصها كل ما يجي لها عريس ترفضه. لسه نصيبها ما جاش يا بنتي، ما تستعجليش عليها، وبإذن الرب الزوج المناسب هيجيلها في الوقت المناسب. يا سيدنا ده تالت واحد ترفضه. ليه كده يا أنستاسيا يا بنتي؟ يا سيدنا انا ما بفكرش خالص في الحكايه دي. ربنا يرتب. يا ترى عامله ايه في القصر يا أنستاسيا؟ الحمد لله يا سيدنا، دي حتى الامبراطوره بتعملني زي اختها بالظبط. ربنا يحافظ عليكي وعليها يا بنتي. صلي لنا يا ابني. باركنا يا سيدنا. بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. ربنا يسلمك. ايه عجبك قوي التمثال ده؟ اول مرة تشوفه؟ ممكن تسمعني شوية لو سمحت؟ ممكن، نعم. انا عايزة اروح القصر الصغير. ممكن اعرف ليه؟ مش مبسوطة في القصر ده، مش مستريحة. وايه اللي مش مريحك؟ في حاجة مضايقاكي؟ انت عارف وانا عارفة. ولما انت عارفة وانا عارف، مش عارفة ان تركك القصر ومروحك للقصر الصغير في ولاية تانية هيعرض سمعة الامبراطور لكلام الناس وخصوصا من خصومه؟ انا ما يهمنيش يقولوا ايه، انا يهمني راحتي اولا واخيرا. اوه، انا نسيت، انت ما يهمكيش غير راحتك وبس. طول عمرك انانية، ما بتحبيش غير نفسك وبس، عمرك ما فكرت فيا. لو سمحت، الموضوع ده احنا خلاص اتناقشنا فيه قبل كده، ما عنديش استعداد اتكلم فيه تاني. وانا مش مستعد اتعرض للنقد عشان واحدة مستهترة ما يهمهاش غير نفسها وبس، والانانية بتحكم كل تصرفاتها. يعني ايه؟ يعني مش موافق. اتفضلي رجعي جناحك. صباح الخير يا مولاتي، ان شاء الله تكوني نمتي كويس امبارح. ابدا يا انستاسيا، حلمت نفس الحلم. مولاتي اسمحيلي، صليتي قبل ما تنامي؟ ايوه صليت، وصليت المزامير كمان، لكن اللي انا مستغربه له انه نفس الحلم ونفس المارد، لكن الفرق المره دي انه كان في طير ابيض واقف على كتفي وطفى النار وهو بيرفرف بجناحاته. لازم ربنا عايز يبلغك حاجه يا مولاتي. مش عارفه يا انستاسيا، حيرانه قوي. مولاتي النهارده الحد، ايه رايك تيجي معايا نروح الكنيسه نعترف ونتناول وناخد راي الانبا ساويرس؟ هو ده الحلم اللي بيزعجني بقاله يومين يا سيدنا. شوف يا بنتي، الحلم ده بيقول ان في حاجة هتحصل، والطير الابيض اللي انت شفتيه ده اكيد هينجيكي. قولي لي يا بنتي، في حاجة تعباكي وشغلة تفكيرك؟ الامبراطور مشغول عني باعباء الحكم، ومفيش تفاهم بيني وبينه، وحياتنا ملاها الفتور. طب وانت ليه يا بنتي ما حاولتيش انك تكسري الفتور اللي بينكم ده؟ فات الاوان يا سيدنا. يقول الكتاب المقدس: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. انا السبب يا سيدنا. ازاي يا بنتي انت السبب؟ انا ما قدرتش اربطه بيا، كنت دايما بعيدة عنه وهملاه لغاية ما خسرته. انت يا بنتي نسيتي وصايا الكنيسة، كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. حاولي يا بنتي انك تكسبي قلبه من جديد بالحب والخضوع والطاعة، وربنا يرجع السلام لحياتكم.
انا فرحانه قوي يا انستاسيا، حاسه انه كان في حمل على قلبي وزال خلاص. فعلا يا مولاتي، كل انسان بيعترف بيحس بنفس الشعور ده. فعلا يا انستاسيا، انت ملاك. انا انسانه خاطئه يا مولاتي. تعرف ان الليل جميل قوي النهارده يا نرسيس؟ ايه ده اللي انا بسمعه ده يا مولاي الامبراطور؟ الليل جميل ده شعر، مولاي بيقول شعر. يبقى 100% حصل. ايه هو اللي القلب يا مولاي ابتدى يتكتك يدق. يا نرسيس يا صديق العمر، القلب اللي كان يتوقف عن النبض سنين طويلة دبت فيه الحياة من تاني. ما هو الحب الجديد بيعمل كده واكتر من كده يا مولاي. حب من أول نظرة. ما أنا عارف إنك عارف. وبعدين ما تضيعش عليا الليلة الجميلة دي بكلامك اللي لا بيودي ولا بيجيب. أنا برضو كلامي لا بيودي ولا بيجيب يا مولاي الإمبراطور. أيوة، لأنك هتقول لي الإمبراطورة وشريعة الزوجة الواحدة. طب هو أنا بخدع مولاي ولا هو ده الواقع؟ الواقع المر. أنا مش قلت لك إنك هتقلب عليا المواجع؟ اللي عاوز أقوله لمولاي إن ما يقلقش، كل عقدة وليها حلال. إلا عقدة الإمبراطورة. لا بقى يا مولاي، الحلال بتاع العقدة دي موجود، بس المهم بقى الطرف التاني يكون عنده استعداد يتقبل الموضوع بسهولة. على فكرة في مكافأة كبيرة علشانك يا مولاتي. أنا يكفيني إني أكون جنبك، هي دي مكافئتي. أيوة، بس مش أنا اللي هكافئك. أمال مين يا مولاتي؟ أعلن أنا الإمبراطور جوستنيان أنه نظرا لما لمسناه من المدعوة أنستازيا باتريك من إخلاص للإمبراطورة وللإمبراطورية متمثلة في شخصه، ونظرا لأصالة شرفها، فإني أنعم عليها بطوق الشرف لتصبح النبيلة أنستاسيا. أشكرك يا مولاي. جميلة جدا يا أنستاسيا. راسك الجميل نور الضوء. انت تستاهلي تاج يا أنستاسيا مش ضوء. أشكرك يا مولاتي. ألف مبروك يا حبيبتي، الرتبة اللي اداهالك الإمبراطور دي خليتك في مقام الأميرات. ياه، الأميرات مرة واحدة؟ أمال إيه؟ تعرفي يا أنستاسيا، دلوقتي بس عرفت إني كنت غلطانة. غلطانة في إيه؟ يعني كنت متسرعة وعايزة أجوزك أي واحد غني، دلوقتي بقى تستاهلي تتجوزي أمير. يا أنا عمري فكرت في موضوع الجواز ده خالص. ليه يا بنتي؟ يا ولدي أنا بحب ربي وإلهي يسوع المسيح ونفسي أعيش من أجله. هو الجواز يمنع إنك تعيشي مع المسيح؟ ما أنا وأبوكي متجوزين وعايشين مع المسيح أهو. ثم يا بنتي المسيح ما حرمش الجواز، ده باركه بحضوره في قنا الجليل. أيوة يا والدي، بس الست المتجوزة بتقضي كل حياتها في محاولة إرضاء جوزها وبتنسى الرب بحجة إن الدنيا واخداها ومشاغل الحياة. لا، ده انت حكايتك دي ما سكتش عليها، أنا لازم أقول لأبونا الأسقف وهو يتصرف معاكي. ما تتصورش راسها الجميل لما كان بين ايديها وانا بلبسها طوق النبلاء، اداني احساس باني بتوجها بتاج العرس. ايوه تاج العرس. ما مظبوط، بس معلش بالها مني يا مولاي، انت عارف انا حبيبك، ايديك كانت بتترعش. الحب
الحب شيء جميل يا نسيس، يشعرك بانك اتولدت من جديد. لا ايه ده مش ممكن. اللي انا شايفه ده، اللي انا بسمعه ده، لا يا مولاي، ده جديد عليا. انا اول مرة اشوف مولاي وقلبه بيتكتك لاول حب حقيقي بيقابله في حياته. واخر حب. شوف لي حل يا نسيس. انستاسيا لازم تعوض لي سنين عمر اللي ضاعت مني مع انسانة انانية كل همها نفسها وبس. مولاي، نبيلة انستاسيا بتستأذن بالدخول. انستاسيا؟ ايوه يا مولاي. في حد معاه؟ لوحدها يا مولاي. خليها تتفضل. امر يا مولاي. استأذن انا ولا اقعد؟ يمكن تحتاجني في حاجة. لا احتاجك في ايه؟ اتفضل مع السلامة. مولاي الامبراطور، رعية من رعاياك جاية تقدم الشكر والعرفان بالجميل على الشرف الكبير اللي منحوا ليها مولاي برفعها لرتبة النبيلات، ولو اني حاسة اني ما استحقش التكريم ده. انستاسيا، انت ليه بتقولي كده؟ انت تستاهلي اكتر من كده. اشكر مولاي على ثقته الغالية بيا، وادعو من الرب ان يكون عند حسن ظنه. تعالي اقعدي، اتفضلي. تعالي. العفو يا مولاي. تعالي ارجوك تقعدي. امرك يا مولاي. انستاسيا، انت مبسوطة؟ قصدي سعيدة باللقب الجديد؟ طبعا يا مولاي، ده شرف كبير. عال كده طمنتيني. انت تستاهلي تكوني امبراطورة. امبراطورة مرة واحدة يا مولاي؟ ربنا يحفظ حياة مولاتي الامبراطورة، ده مفيش حد في الدنيا يقدر ياخد مكانها. الامبراطورة؟ طبعا. اسمح لي مولاي عشان انا اتأخرت على مولاتي. الامبراطورة رفعت انستاسيا لمرتبة النبيلات، يعني خلاص من هنا ورايح لا انا ولا انت هنعرف نكلمها. ليه بتقولي كده؟ انستاسيا انسانة متواضعة، وانا شايفة ان معاملتها ما اتغيرتش معانا. يا ايفلين فوقي بقى واسمعيني، الامبراطورة خلاص استغنت عننا. تقدري تقولي لي طلبتك كم مرة الاسبوع ده؟ ما طلبتنيش، بس يمكن ما كانتش عايزة حاجة مني. مش بقولك ان انستاسيا بقت بالنسبة للامبراطورة كل شيء. قدرت تطيرنا كلنا من قدام الامبراطورة بطيبتها ومظهرها الطيب. بكرة تشوفي يا ايفلين، بكرة تشوفي ما كانتش تخلي انستاسيا دي اميرة ولا تجوزها امير. وساعتها ايفلين الوصيفة الاولى للامبراطورة تنحني لانستاسيا، مش بعيد تهديكي ليها وتهديني انا كمان ونبقى من خدام انستاسيا. عندك حق يا كارول. عرفتي دلوقتي؟ طب والحل ايه معاها؟ الحل ده عندك انت. عندي ازاي؟ يعني اقول للامبراطورة ان انستاسيا دي انسانة وصولية وبتستغل عطفك وكرمك؟ يظهر عليكي عايزة توديني لحد السيف برجليا. ومين قالك كده؟ امال اعمل ايه؟ قربي للامبراطورة، حاولي تنفذي اوامرها بسرعة قبل انستاسيا. فكريها بايفلين وصفتها الاولى وكتمة اسرارها. انت ايفلين، انت اللي ربيتيها. هحاول. اجعلني يا سيدي ألا أهتم أن أكون نبيلة أو حتى ملكة، إنما أرجو أن تكون أنت ملكي يا ربي وإلهي ومخلصي. امنحني يا سيدي القوة لأخرج العالم من قلبي لتسكن أنت وحدك فيه. امنحني يا سيدي أن أقاوم شهوات العالم الشريرة، وامنحني يا سيدي شرف أن أكون عروسا لك، فهذا هو التكريم الذي أتمناه. طهر
طهرني يا سيدي واقبلني، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ها، اخلي لك الشموع ولا اطفيها؟ لا خليها، انا اللي هطفيها. تصبح على خير، بس فكري كويس في اللي قلناه. ها؟ ايه في ايه؟ رجعتي تاني ليه؟ مصيبة. مصيبة ايه بس؟ الامبراطور ماله؟ دول بيخون الامبراطورة. ومع مين؟ مين؟ تعالي شوفي بنفسك. ادخلي يا كارول. في حاجة يا كارول؟ مولاي الامبراطور؟ خير يا مولاي. مولاتي حصل لها حاجة؟ وطي صوتك، مولاتك نايمة. مولاي أمرني بحاجة؟ مولاكي تعبان يا أنستاسيا، تعبان. مولاي. اقعدي اقعدي اقعدي. خير يا مولاي. أنستاسيا، أنت أقرب واحدة للإمبراطورة. فعلا يا مولاي. وأكيد عارفة يا مدى الفتور اللي وصلت ليه علاقتنا الزوجية. سيدي الامبراطور. أرجوكي سيبيني أكمل. أنا بقالي سنين عايش مع الإمبراطورة كأننا أغراب. عمري ما فكرت إني أتبادل معاها العواطف كأي زوجين، وعمري ما فكرت إني أتقرب لها، ولا هي كمان فكرت في كده. طب ليه يا مولاي؟ لأننا اتجوزنا جواز مصلحة، جواز ما فيهوش حب، جواز مبني على مصالح الدول. الإمبراطورية بكل متاعبها خدتني، نسيت نفسي سنين طويلة. إنسان عايش ميت، جسد بيتحرك من غير قلب ينبض. لحد ما شفتك يا أنستاسيا، ساعتها حسيت إن القلب اللي اتوقف من سنين دبت فيه الحياة من تاني. أنستاسيا، أنا عايز أتجوزك. مولاي أرجوك، أنا مجرد راعية من رعاياك، ثم إنك يا مولاي متجوز وزوجتك على قيد الحياة. الحجة الأولى محلولة، من بكرة أنا هرفعك لمرتبة الأميرات وهمنحك ولاية وقصر. أما الحجة التانية وهي الإمبراطورة هشوف لها حل، أكيد هشوف لها حل. أرجوك يا مولاي، أنت عارف أنا بحب الإمبراطورة قد إيه. أرجوك ما تتصرفش أي تصرف ممكن يكون عائق بيني وبينك طول العمر. فهمتك يا أنستاسيا، ولو إني هستنى أسبوع بحاله. معلش يا مولاي، أرجوك اتفضل، تصبح على خير. طبرني يا رب. شفتي بعينك؟ مش ممكن. آخر حاجة كنت أتخيلها. عشان تعرفي بس ان كارول مش نايمة على ودانها. عموما فرصتك وجات لغاية عندك، تقدري ترجعي ثقة الامبراطورة فيكي. فعلا دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا، لحد الخيانة ومش ممكن أسكت. أول ما أشوف الامبراطورة بكرة هبلغها. هو ده اللي حصل يا سيدنا، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي. يا سيدنا أرجوك، أنا مش عايزة أرجع القصر ده تاني. أنا عارف شعورك يا بنتي، وأرجوكي ما تزعليش نفسك عشان نعرف نفكر. ربنا يعطينا روح المشورة والحكمة. يا سيدنا أنا حاسة زي ما يكون عقلي مشلول. الإمبراطور عاوز يتجوزني ويرفعني جنبه على الإمبراطورية. الإمبراطور دخله الشيطان يا بنتي، هو مش عارف إن ليه امرأة لسه على قيد الحياة. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس:
ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. يعني ربنا قسم لكل راجل زوجة واحدة ولكل امرأة زوج واحد بس. بس أنا خايفة يا سيدنا لا يأذي الإمبراطورة بسبب الفكرة الشيطانية دي. اسمعي يا أناستاسيا يا بنتي، انت دلوقتي حالا لازم تروحي تبلغي الإمبراطورة بكل اللي حصل. أيوة يا سيدنا، بس أنا خايفة أحسن تشك فيا. ما تخافيش يا بنتي، كويس قوي إن جيتي حكيتي لي قبل الإمبراطورة ما تصحى. يلا دلوقتي روحي بسرعة وأنا حاجة أزوركم. إمتى يا سيدنا؟ النهاردة بإذن الرب. انتوا عارفين الكلام اللي بتقولوه ده تضيع فيه رقاب؟ عارفين يا مولاتي. هي فين دلوقتي؟ مش في اوضتها يا مولاتي، الحراس شافوها خارجة من القصر. كده؟ والامبراطور؟ في أوضته يا مولاتي. صباح الخير يا مولاتي. اهلا بالنبيلة اناستاسيا. أهلا بيك يا مولاتي. اتفضلوا انتوا واشكركم على اخلاصكم. مولاتي تؤمر بشيء؟ لا بس خليكوا قريبين لاني اكيد هحتاجكم. امر مولاتي. كنت فين يا اناستاسيا؟ عند سيدنا الأسقف يا مولاتي. كده؟ من غير ما تستأذني؟ الأمر ما كانش يتحمل إني أستنى. ليه؟ هو في ايه؟ انت كمان حلمتي ورحتي تحكي لي الأسقف؟ لا يا مولاتي، ده مش حلم، دي حقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ أنا عايزة أعرف الحقيقة. الحقيقة يا مولاتي إنك يا ريت تأذني لي إني أسيب القصر. يبقى الكلام اللي بلغني صحيح. أقدر أعرف يا مولاتي إيه اللي بلغك؟ خيانة. مش ممكن أخون مولاتي، واللي لازم تعرفه مولاتي وتتأكد منه إني أنا نظرت نفسي عروس للمسيح، وفوجئت إن الإمبراطور بيعرض عليا الجواز، فطلبت مشورة الرب ورحت لسيدنا حكيت له على اللي حصل. عشان كده قلت للإمبراطور لما جالي امهلني أسبوع أدبر فيه هروبي. أناستاسيا، أنا كنت متأكدة من إخلاصك ليا. مولاتي لازم نتصرف حالا. وسيدنا كان رأيه إيه؟ سيدنا جاي النهارده القصر عشان يقابلك. كده؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. أنا كنت متأكدة من إخلاصك ليا، أنا متأكدة إنك مش ممكن تخونيني. تعالي نروح لسيدنا. أي أمرك يا مولاتي، بس سيدنا جاي النهارده عشان يقابلك. أنا مش قادرة أستنى، ألبس ونروح له إحنا. يا مولاي يا مولاي، أنا سبق وقلت لك إن العقبة مش في الإمبراطورة أو أناستاسيا، العقبة في شريعة الزوجة الواحدة. يعني إيه؟ مش هعرف أتجوزها؟ مفيش حل؟ للأسف يا مولاي، دي قوانين الكنيسة. أيوة بس لازم يكون في حل. أنا حياتي مع سيودورا بقت مستحيلة. هو في حل واحد يا مولاي. إيه هو؟ الزوج ممكن يتجوز بعد وفاة زوجته. تقصد يا مولاي، هو في حل غير كده؟ عموما أناستازيا طلبت مني مهلة أسبوع، أنا هديها المهلة دي، يمكن يكون عندها حل أحسن من كده. والحل إيه دلوقتي يا سيدنا؟ الحل في إيدين ربنا يا بنتي. يا سيدنا أنا طلبت من الإمبراطور مهلة أسبوع عشان أدبر أمري، والوقت عمال يجري. صلوا وربنا هيبعت الحل. أنا لقيت الحل. إيه يا أناستاسيا؟ لازم أسيب البلد كلها واختفي عن عيون الإمبراطور. هو حل معقول يا أناستاسيا يا بنتي، لكن هتروحي على فين؟ هسافر أي بلد بعيد عن هنا. اسمعي يا أناستاسيا، أنا بمشيئة الرب هسافر اسكندرية عشان أقابل قداسة البابا تيموثاوس الثالث. يبقى تسافري معاه. خلاص أنا هجهز نفسي يا سيدنا وهاجي معاك. وأنا همول الرحلة دي يا سيدنا، وهبعت لك كل اللي أنت تحتاجه من مصاريف الرحلة.
ربنا يرتب يا بنتي، بس صلي ان ربنا يحفظكم من اي مؤامرة. صلوات القديسين يا سيدنا، اذكرنا امام المذبح. باركنا يا سيدنا. بسم الله. ايه يا انستاسيا يا بنتي، سرحانه في ايه؟ ابدا يا سيدنا، بس كنت بتامل في البحر. ما تداريش عليا يا انستاسيا، اكيد الاحداث اللي مريتي بيها اثرت عليك يا بنتي. انا بس يا سيدنا كان نفسي والدي ووالدتي يعرفوا اني سافرت. عشان كده انا عملت حساب يا بنتي، وكتبت رساله سبتها لابونا يوسف عشان يوصلها لها. متشكرة قوي يا أبانا، ربنا يكون معاهم. الأمر لله يا أبونا. كده برضه يا أنستاسيا، هن عليكي تسافري من غير ما تسلمي على أمك وأبوكي. الظروف قد أقوى منها، سامحوها واطلبوا من ربنا يوصلها بالسلامة ويساعدها على اللي هي نوت عليه. ربنا يكون معاها في كل خطوة. لكن ما عرفتش يا ابونا المركب رايحة فين؟ أنا سمعت إنهم رايحين اسكندرية عند قداسة البابا تيموساوس الثالث. لوحة جميلة رسمتها لونتها، تأسر قلوب تسبل عيون بفنها. كل الفنون تعجز تقلد فرشتك، البحر والأمواج بتجري بكلمتك. ايه يا انستاسيا، المرة دي تأمل ولا حنين؟ تأمل يا سيدنا. الحقيقة يا سيدنا أنا كل لما ببص للبحر بفتكر القديس بطرس والرب يسوع، وازاي القديس بطرس مشي على المية وازاي كان هيغرق لما الرب يسوع قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ أكيد يا أنستاسيا يا بنتي، البحر ده كان ليه دور كبير جدا في حياة الرب يسوع وحياة الرسل. تعرفي يا أنستاسيا إن أول عظة للرب يسوع كانت فوق مركب جوه البحر، والقديس العظيم بولس الرسول تملي بيذكرني بالبحر، قد إيه شاف أتعاب وأهوال وهو بيتنقل من بلد لبلد في البحر عشان يوصل الكرازة. فعلا يا سيدنا. وفي حاجة كمان بتفكرني بالبحر. ايه يا سيدنا؟ القديسين العظيمين ماكسيموس ودوماديوس. ماكسيموس ودوماديوس؟ أنا سمعت أساميهم بس مش عارفة قصتهم. ماكسيموس ودوماديوس دول كانوا أولاد الملك لانديانوس، سابوا الملك والجاه والمال وترهبنوا وعاشوا مع الرب يسوع. وفي بداية حياتهم بعد ما سابوا القصر اشتغلوا في صناعة البلوع، وكان المراكبية اللي بيشتروا منهم البلوع بيصروا على انهم يكتبوا على البلوع اسامي القديسين العظيمين ماكسيموس وديموديوس، لان ده كان يخليهم يشعروا بالبركة العظيمة وبيحفظهم في أسفارهم. شيء جميل يا سيدنا إن الإنسان ياكل من تعب إيديه. كل القديسين يا أنستاسيا يا بنتي كانوا بيعتبروا إن العمل شيء مهم جدا في حياتهم، وأنا عايزك يا أنستاسيا تتمسكي بالرب يسوع مهما صدفتك من حروب، وربنا هيحفظك يا بنتي. أنا واثقة في مواعيد الرب. وده كمان بيفكرني بالقديسة العظيمة دميانة اللي عاشت من حوالي 240 سنة. القديسة دميانة دي يا بنتي كانت بنت حاكم مسيحي بار اسمه الوالي مرقس،
والي البرولوس والزعفران في مصر. دميانة رفضت الزواج وقررت انها تترك أسر ابوها والمال والجاه، وطلبت من ابوها انه يبني لها قصر في الزعفران بعيد عن الناس عشان تعيش فيه هي و40 فتاة عذراء عاشوا حياة البتولية والنسك والزهد والأصوام والصلوات الدايمة، وكانوا برضه بيشتغلوا ويعملوا عشان يدبروا أمور حياتهم، لحد ما جه جنود الإمبراطور الجاحد دقلديانوس وحاولوا بآلات التعذيب والبطش والهمبازين إنهم يبعدوهم عن المسيح. لكن دميانة والعذارى تمسكوا بإيمانهم بقوة وما همهمش التعذيب لحد ما نالوا إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع. ربنا يدينا بركة صلواتهم ويحفظ حياتك يا بنتي. نشكر الرب على سلامة الوصول. انا تعبتك معايا قوي يا سيدنا، لكن احنا هنروح على فين دلوقتي؟ هننزل عند تاجر من محبي المسيح والرب يدبر كل الخير. على فكرة يا أناستاسيا يا بنتي، خدي الصندوق ده. ايه ده يا سيدنا؟ دي أمانة كانت ادتها لي الإمبراطورة ووصتني إن أنا ما أسلمها لكيش إلا لما نوصل هنا في اسكندرية. وفي ايه الصندوق ده يا سيدنا؟ افتحيه يا أناستاسيا وانت تشوفي فيه ايه. ياه، ايه كل الذهب والفلوس دي يا سيدنا؟ ما انا جايبه معايا فلوس كتير ومجوهرات. ارجوك يا سيدنا خدهم واديهم للي يستحقهم. يا أناستاسيا يا بنتي، انت هتعيشي هنا في غربة لوحدك، واكيد الفلوس دي هتنفعك في انك تدبري امور حياتك. ربنا هو اللي هيعولني يا سيدنا. طب اسمعي يا بنتي، ايه رأيك لو بنيتي بيت للأيتام وتصرفي عليهم الفلوس دي؟ انا اتأثرت قوي بمنهج امنا القديسة دميانة. انا هبني دير للرهبات وهجمع فيه كل العذارى المحبين للرب. ايه رأي نيافتك يا سيدنا؟ خير ما تعملي يا أناستاسيا يا بنتي، وبإذن المسيح لما نوصل الأخ يوسف هو اللي هيدبر لينا المكان والعمال اللي هيبنوه. يلا بينا يا بنتي. كل راحت فين يعني؟ في حاجة يا مولاي؟ فين النبيلة أناستاسيا؟ النبيلة أناستاسيا مش في القصر يا مولاي. راحت فين؟ انت مش عارفة يا مولاي. من امتى الكلام ده؟ من كام يوم كده. والإمبراطورة عندها علم بكده؟ أكيد يا مولاي. مولاي. فين أناستاسيا يا سيودورا؟ ما اعرفش يا مولاي. يعني ايه ما تعرفيش؟ أناستاسيا سابت القصر. وليه سابت القصر؟ قلت لجنابك ما اعرفش. لا، انت تعرفي كل حاجة. قول هي فين طيب قبل ما اخلص عليكي. ايوه اعرف انه زوجي العزيز الامبراطور جوستينيان كان عايز يكسر وصايا الرب ويتجوز على زوجته وهي لسه حيه ما ماتتش. قلت مالك اتجوز ولا ما اتجوزش؟ فين أناستاسيا بقولك؟ هربت يا امبراطور البلاد لانها عروسة المسيح، مش ممكن تكون لغير المسيح. انت هتوعظيني؟ اسمعي لما اقولك، لما قلتليش هي فين انا هسجنك طول عمري. اسجني؟ ما انت ساجني من يوم ما اتجوزنا كده. تعال يا سيدورا، لو ما قلتليش هي فين لاخر مره انا هسجنك بجد وهتشوفي. الابنة المباركة أناستاسيا نبيلة من نبيلات مقر الإمبراطور، وهتنزل هنا في اسكندرية ضيفة عليكم، ده إذا كان ما عندكمش مانع. يا سلام يا سيدنا الأنبساوي رزق، تنورنا. الدار دارك يا سيدنا، نعرفها بالأولاد. يا أولاد تعالوا سلموا على سيدنا. بنت الكبيرة مارينا. سلام. ابني مرقس. ودي آخر اللي هنقوله إيميل.
ربنا يبارك. باسم الصليب الولاد كبروا. أهلا بيكم، أنا هعتبركم أهلي وإخواتي، ولو إني عارفة إني هتقل عليكم، بس أنا ليا ظروف هتعرفوها بعدين. يا أخ يوسف اسمح لي، أنت تعرف اسكندرية أكتر مني. أنا عاوزك لو سمحت تدور على حتة أرض علشان النبيلة أنستاسيا تبني عليها دير. سلام يا منى حنا. سلام والنعم. الكنيسة كسبت عضو جديد فيها يا أنستاسيا يا بنتي. يا أبانا ربنا يبارك في شعب الكنيسة. أيوة يا بنتي، بس شعب الكنيسة محتاج لمجهود كبير قوي في الخدمة، وأنا زي ما أنت شايفة كده كبرت وجهدي بيه على قدي. يا أبانا ربنا يديك القوة والصحة، أنا مستعدة أخدم مع قدسك في الكنيسة من النهاردة. الله يبارك فيك يا بنتي. شوف يا ابونا، أي مبالغ محتاجاها الخدمة أرجوك ما تحرمنيش من البركة دي. الرب عطاياه كتيرة يا بنتي. عموما شوف انت تقدري تخدمي في أي مجال. عندك خدمة إخواتك الفقراء، وخدمة المرضى، وخدمة الأطفال، وخدمة العذارى. اللي قدسك تشوفه إني أخدم فيه أنا مستعدة. طيب يا بنتي، أنا سمعت إنك عايزة تبني دير، الأخ يوسف كان بلغني بكده. فعلا يا أبانا، بس احنا لسه ما لقيناش المكان المناسب. ربنا يدبر بإذن الله. علشان كده أنا عايزة أديكي خدمة العذارى. إيه رأيك؟ متشكرة قوي يا أبانا على الثقة الغالية دي. ايه يا انستاسيا يا بنتي، مالك سرحانه في ايه؟ يا ترى تأمل ولا حنين؟ ربنا يحافظ عليك يا سيدنا، بس يا ريت تبقى تزور والدي ووالدتي وتطمنهم عليا. ما تخافيش يا انستاسيا يا بنتي. اسمعي، انا عاوزك تكملي الطريق اللي انت بديتيه للنهايه، وثقي ان الرب يسوع هيكون معاكي ويحفظك، لأنك عملتي تمام زي ال5 عذارى الحكيمات. بطهرك وإيمانك مليتي مصباحك بالزيت، واستعديتي للقاء العريس ربنا يسوع المسيح اللي هيحفظك. ما تحمليش هم يا بنتي، الكتاب المقدس بيقول: هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. إذا كان رب المجد بيقول لو اجتمع 2 أو 3 باسمي أكون أنا في وسطهم، فما بالكم بقى لو مجموعة حلوة كده زيكم مجتمعين باسمه، أكيد ربنا هيكون وسطينا. تصوروا رب المجد بنفسه قاعد وسطينا بيسمعنا وكمان بيرشدنا. طب لو في حاجات مهمة أقدر أعملها وبعدين أجتمع وأصلي لربنا؟ الانحلال من الكل والارتباط بالواحد. ندي الأول ربنا وقته وبعدين يبقى نعمل أي حاجة إحنا عايزينها، لأنه قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. سلام. سلام يا بني. سلام يا بنات. سلام يا بني. لقيتوا الأرض اللي هتبنوا عليها الدير؟ صلي لنا يا بونا. صلوات القديسين تكون معكم. هو أنت هتبني دير يا أنستاسيا؟ ممكن أجي معاكي؟ وأنا كمان. ربنا يرتب. أختي أنستاسيا، أنت ما تتصوريش إحنا حبيناكي قد إيه. أنا كمان حبيتكم، وحبيتكم أكتر لما عرفت إنكم وهبتم نفسكم عرايس للرب.
يا أختي احنا محبة المسيح ملت حياتنا من صغرنا. فعلا احنا اتربينا في حضن الكنيسة وعرفنا حلاوة الخدمة ودوقنا طعم المسيح في حياتنا. العالم زايد ومذاهبه خداع وكلها من فعل الشيطان يا أختي، لكن العيشة مع المسيح ليها طعم تاني خالص. فعلا الحياة مع الرب يسوع ليها حلاوة الشهد، زي ما المزمور بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. نبتدي بقى مع بعض الدرس. احنا النهارده أهلا بنيافة الأنبا ساويرس. أهلا بقداسة البابا تيموساوس بابا وبطريرك الإسكندرية. أنا جاي المرة دي عشان أشكر قداستك لأنك وافقت على طلب الخادمة المباركة أنستاسيا في إنها تبني دير. دي بركة كبيرة إن إحنا نلاقي خدام بالمستوى الروحي ده. الحقيقة هي تستحق يا سيدنا إنها تبقى رئيسة للدير، وخصوصا إن زميلاتها الخادمات بيحبوها جدا وبيزكوها للمكان ده. الرب يبارك في قدامه. الآن يا رب في هذه الساعة حل في وسطنا وأفض على عبدتك أنستاسيا بروح الحكمة والمشورة لتدبير أمر دير السيدة النبيلة للراهبات. أعطها روح المعرفة والإفراز. آمين. أعطها روح الإرشاد والتدبير. آمين. أعطها روح الحب والوداعة. آمين. أعطها روح الحزم والقوة. آمين. أعطها روح الصلاة والتأمل. آمين. أعطي سلاما لهذا الدير. آمين. حل فيه بروح قدسك. آمين. وبارك في زائري وساكني. آمين. المشي بهدوء. لما نمشي في الدير نمشي بهدوء. الكلام بهدوء. لما نتكلم بهدوء وبصوت منخفض. مشي هين وصوت لين.
إذا كان ينقصك شيء فأليتك فاصبري قليلا، فالرب يرسل معونته لمن ينتظر بصبر في يوم الضيق، لأنه بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبطئ. استعيني بالمزامير وانتي بتعملي الأكل عشان يبقى فيه بركة. بعد ما نصلي ناكل اللي يتقدم لينا ونشكر. أحب الصمت أكثر من الكلام، فالصمت هو كنز الراهبات، أما الثرثرة فتبدد كنوزهم. خلي وشك بشوش وانتي بتستقبلي الزوار. الأوقات اللي ما بنصليش فيها نعمل أعمال مفيدة. ومهم جدا إننا نصلي مع بعض. تمام أناستاسيا. أنا هنا يا أمنا، تعالي. رسالة يا أمي. من مين يا أمنا؟ من سيدنا الأنبا ساويرس. ابنتي الغالية المباركة أناستاسيا، الرب يسوع المسيح يحفظك أنت وجميع الراهبات إخوتك ببركة صلوات وشفاعة أم الإله الطاهرة القديسة العذراء مريم، تحفظنا جميعا وتكون معنا. وبعد، بلغتني أخبار عظيمة عن مجهوداتك الرائعة في قيادة الدير المبارك، كما بلغني أيضا أخبار الخدمة العظيمة والتعب الكبير الذي تبذلونه أنت وراهباتك. ابنتي الغالية أناستاسيا، عندي بعض الأخبار غير السارة، والتي أعتبرها بداية للحروب الشيطانية ضد أعمال الخير. ماتت الإمبراطورة ثيودورا في القصر بعد رحيلك، وقد نما لعلمي أن الإمبراطور يبحث عنك، فأرجو إذا بلغك أنه توصل إلى مكانك أن تغادري الدير ولا تذهبي لأي دير للراهبات، لأنه قطعا سيبحث عنك هناك. ولا تذهبي إلى أي دير للراهبات لأنه سيبحث عنك هناك، بل اذهبي إلى برية الأسقيط حيث يوجد الملجأ والملاذ، لأنه يوجد هناك أبناء يخدمون المسيح بنقاوة وبر. الرب يرعاك يا ابنتي أناستاسيا ويفسد حيل الشيطان بنعمة المسيح. ساويرس الأنطاكي. بأي طريقة ابحثوا عنها في كل مكان. أمرك يا مولاي. مولاي اسمح لي أقول لك أناستاسيا مش في البلد. يعني إيه؟ هجرت؟ دول 6 سنين يا مولاي، لو كانت هنا كان حد لمحها أو جاب سيرتها، إنما احنا لغاية دلوقتي ما سمعناش عنها أي أخبار. تحب جلالتك يا مولاي نبعت لجميع ولايات الإمبراطورية بأوصافها ونطلب البحث عنها؟
لا 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 لا، ده كلام خايب يا مولاي وما يجيبش نتيجة، لأنها ممكن تكون غيرت اسمها أو اتجوزت. انت بتقول ايه؟ اتجوزت؟ ما تنزعجش يا مولاي، ما تنزعجش، مش مشكلة. حتى لو اتجوزت، وفاة الزوج يديها الحق انها تتجوز تاني. انت ايه حياتك؟ عندك خطة قولها وخلصنا. عندي يا مولاي الامبراطور اللي وصلنا ليها. مين؟ ابوها، امها. ازاي فاتتني الحكاية دي؟ نرسيس، خد 2 من الحرس وهات لي ابوها حالا. ده اللي حصل يا سيدنا، اتهجموا عليا في البيت وهددوني، اضطريت اقول لهم على مكانها. وده حصل امتى يا ابني؟ من حوالي ساعتين، من ساعتين. يبقى اكيد الامبراطور هيبعت حد يجيبها. والحل ايه يا سيدنا؟ ربنا يدبر. كويس انك قلت لي. امرك يا سيدنا. حالا يا ابني توصل الرسالة دي لو سمحت. اتفضل. لمين يا سيدنا؟ هتنزل اسكندرية وتوصلها للطماف رئيس دير النبيلة. امرك يا سيدنا. مع السلامة يا ابني. اهلا بالاب الفاضل، اتفضل خير. الرسالة دي بعتها لك الانبا ساويرس. معنى كده اني لازم اتحرك دلوقتي. اسمح لي يا ابونا. نعم يا امنا. ممكن تصنع معايا محبة وتروح للكنيسة تسأل عن ابونا حنا وتديله الرسالة دي. انا عارفة انك جاي من سفر بعيد واكيد الرحلة تعبتك قوي، لكن من اجل اختي ليك ومن اجل المسيح اولا واخيرا. طماف، انت تأمريني، انا هنا علشان اكمل مأمورية كلفني بيها سيدنا. امنا سارة، ارجوكي اوصفي لابونا الكنيسة بسرعة. حاضر يا امنا، اتفضل. يا من انت وحدك مع ابنك الحبيب يسوع المسيح والروح القدس، مستحق كل سجود وشكر وتسبيح. أمنا أنستاسيا، أبونا يوحنا بعت الصندوق ده. خير ما عمل، حطوه هنا دلوقتي وروحوا انتوا اجمعوا لي اخواتكم الرهبات حالا يقابلوني. دلوقتي يا أمنا؟ ايوه دلوقتي. أمي جاية حالا. على بال ما تيجي طماف أنستاسيا، تعالوا بينا نقول ترنيمة جوه القلاية. جوه القلاية والدنيا ورايا ولا حد معايا إلا يسوع. تركت العالم من غير ما أندم، وأنا ربحي أعظم مضمون بيسوع. وأنا في البرية
مين انت يا اخ؟ ازاي دخلت هنا؟ اهدوا ارجوكم، انا انستاسيا. امنا انستاسيا؟ اسمعوني يا اخواتي، صعب عليا اني افارقكم، وانا اللي عشت بينكم الفترة دي كلها. امي لي وانتوا اخواتي، لكن شاءت إرادة ربنا إني أرحل المسلمين. ليه كده يا امي؟ إحنا عملنا حاجة زعلتك؟ ارجوكي يا امي ما تسيبيناش. أبدا يا إخواتي، أنتوا أحسنتم إلي كتير، محبتكم كانت كبيرة، لكن في ظروف هتعرفوها في الرسالة دي. هسيب لكم الرسالة دي وبأرجوكم اقروها بعد سفر. بلاش يا امي تسيبينا. وهتروحي على فين؟ أرجوكم مفيش وقت. بربطوا. ايوه يا امي. انت هتكوني بدالي هنا. خلي بالك من اخواتك، اديله قوانينه تمشي زي ما هي. وانتوا يا اخواتي صلوا من اجلي كتير. ووعدكم ان لو شاءت إرادة ربنا اني ارجع تاني، انا مش هتأخر عنكم ابدا. لكن لو إرادته ما شاءتش فضروري هنتقابل في السما. اقلبوا عليها كلها ديرة الرهبان، دير دير لغاية ما تلاقوها. دي حكايتي كلها يا ابونا دانيال، ويا ريت الاقي نعمة في عينيك وترشدني المكان اتوحد فيه. ايوه يا بنتي، بس انت عارفة ان الرهبان اللي حواليك هنا كلهم اباء، ازاي بس هتعيشي في وسطيهم؟ يا سيدنا اوعدك اني مش هخرج بره قلايتي ابدا الا وقت حضوري القداس الالهي للتناول من الاسرار المقدسة، وهعترف على ايديك اذا قبلت. حتى لكده ما تخرجيش من قلايتك، وانا حاجة ناولك كل ما ربنا يسمح. انت من النهاردة اسمك الراهب انستاسي، وربنا يدبر. انا هبقى عين لك راهب كبير في السن، هبعتهولك كل اسبوع يجيب لك الاكل والمية، وربنا يقويك على حروب الشيطان. استنيني يا بنتي. وإذا عوزتي أي حاجة تكتبي لي على أي شقفة فخار تلاقيها في القلاية. ودول يا بنتي يعزوكي في وحدتك. داوم على قراية الكتاب المقدس، وصلي بالمزامير، واقري سير القديسين. اطمن يا ابانا، انا كل ما هحتاج اتكلم معاك هكتب لك على شقفة فخار احتياجاتي وهستنى الرد. اسمعي يا بنتي، انت اكيد بتعرفي اللغة اليونانية. خلاص
كل أسئلتك وإجاباتي هتكون باللغة اليونانية، وثقي إن الراهب اللي أنا هبعته مش هيطلع على رسائلك. ربنا يقويك يا بنتي. باركني يا أبانا. استنيني يا بنتي. وده اللبس اللي هتلبسيه من دلوقتي. شكرا يا أبانا. يا ابونا انستاسي، انا الراهب فرج. ابونا دانيال بعتني ليك وجايب لك معايا الاكل والشرب وفي رساله. الرب معاك. يعني ايه ما لقيتوهاش؟ معنى كده ان ابوها خدعنا. لا لا يا مولاي، ابوها ما خدعناش ولا حاجة. الرهبات اخواتها اقروا بانها كانت معاهم في الدير وتركت الدير فجأة، والرهبات يا مولاي ما يكذبوش ابدا. معنى كده انها وصل لها اخبار اني بدور عليها. يجوز ويمكن زهقت من حياة الرهبنة وسابت الدير. لا لا لا، اكيد وصل لها اخبار اني بدور عليها. مولاي افتشوا في كل الاديره بتاعت الرهبات. فتشناها يا مولاي وملهاش اي اثر ومحدش يعرف عنها حاجه. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ عموما يا مولاي انا اديت اوامر لوالي الاسكندريه ان يفتش بيت بيت. فتشوا في كل الامبراطوريه. انستاسيا لازم ترجع، مفهوم؟ لازم ترجع. ارحمني يا رب يسوع أنا الخاطئة. ارشدني يا رب يسوع أنا الخاطئة. اغفر لي يا رب يسوع أنا الخاطئة. أرجوك يا أبويا دانيال، تعال أنا محتاجاك. ابنتك أنستاسيا. أنستاسيا، أبونا دانيال، طلبت يا بنتي تشوفيني. خير؟ انت ايه اللي مطلعك بره قلايتك؟ احنا مش اتفقنا انك ما تخرجوش من قلايتك ابدا؟ أخطيت يا أبانا. صلي من أجل ضعفي يا أبونا دانيال. الحروب كتير عليا قوي. ربنا يرفع عنك. يا أبانا بسمع أصوات مخيفة، وأحيانا خبط على باب القلاية، وناس بتتكلم وتنده عليا باسمي. صلي يا بنتي وتمسكي بالرب. بطرس الرسول في رسالته التانية الأصحاح 5 بيقول إيه؟ اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر
يجول ملتمسا من يبتلعه. لكن خدي بالك، قوة الصلاة والمطنيات وإذلال النفس تقضي عليه وتهزمه. تشددي يا بنتي. على فكرة يا أبانا، سبق وبعدت أسأل عن إخواتي في الدير، يا ترى مفيش أخبار جت منهم؟ قريب هيجيني أخبار وهبلغك بيها. صلي من أجلنا يا بنتي. أنستاسيا قومي، انت فكرك ان انا مش عارف انت مين؟ انت النبيلة أنستاسيا. انا هفضحك بين اخواتك الرهبان واقول لهم على حقيقتي، متخفية وسط الرهبان وكمان صايمة وتعبة نفسك، ما كنت مرتاحة في القصر وكنت هتبقي الامبراطورة. قومي قومي. ما زالت يا أبي حروب الشيطان علي كتيرة، صلي من أجلي يا أبي. كل ما قامتك الروحية تكبر، كل ما الشيطان يحاربك أكتر. سألتيني عن حروب الشيطان وأنا هجاوبك من الكتاب المقدس في سفر جامعة الأصحاح 11 العدد 4: من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. اسمعي يا بنتي، بكثرة الاتضاع والصلوات والصوم القلق والخوف من المحيطين بيكي يتبدد باسم يسوع. دومي يا بنتي على الصلاة بالمزامير، لأن ذكرها يطرد الشياطين. أبوك دانيال. يا رب يسوع المسيح، ارحمني في غربتي وفي وحدتي قويني، اسمعني لا صلوتي وبرحمتك تحييني. بذرف دموع ندم عالخطايا الكتيرة، قلبي بينزف ألم جاي لحبك أسير. ارحمني في غربتي وفي وحدتي قويني، اسمعني لا صلوتي وبرحمتك تحييني. المسيح هنا يحرق. المسيح يعزيك يا رب. المسيح يحرق. المسيح المسيح انت يا ولدي. نعم يا بنا. استنى، انا عاوزك. حاضر يا بنا. انا عاوزك تقوم بدل ابونا فرج بخدمة ابونا انستاسي. المتوحد يا بنا؟ ايوه يا ولدي. اخد بركة يا بنا. حاضر. ربنا يعوض تعب محبتك يا ولدي. يا ابونا انستاسي. ده مش صوت أبونا فرج. يا ابونا انستاسي، انا الراهب متياس، جايب لقدسك الاكل ورسالة من ابونا دانيال، وهرجع اخد الرد منك تاني.
ربنا يسندك يا بنتي ويقويكي. أبلغك سفر أبونا فرج للسماء، وحيقوم بعمله الراهب متياس. أرجو أن تكتبي لي ما تريدين. أبوك دانيال. يا رب يسوع المسيح، أرجوك تضيف تعب أبونا فرج معايا لجهاد رهبنته أبي ومعلمي. أرجوك أحضر الأدوات وتعالى إلى هنا. في حاجة يا بنا؟ الويل البرية الداخلية، عمود عظيم هيسقط فيه. أنا بعد القداس هاخد معايا الذخيرة المقدسة. حضر انت أدوات التكفين، ولو اني كنت اتمنى ان ادوات التكفين دي تتأخر شوية، لكن دي محبة ربنا وتدبيره. يا أبانا مرات كتير أبونا دانيال ياخد الذخيرة المقدسة ويخرج بيها، هو بيروح يناول مين؟ ده بقاله يا ابني 28 سنة على الحال ده. الظاهر بيروح يناول راهب شيخ متوحد. والمكان ده بعيد يا أبانا؟ أنا أسمع إن المغارة اللي بيروحها بتبعد 18 ميل عن الدير بتاعنا. بركة تعبه وصلاته تكون معانا يا أبانا. امين يا ابني. بيسو من بيسو بنتي إيمانويل بنوتي فاي بيخن ومثمي امين. مين تنهتي؟ جسد ودم عمانويل إلهنا هذا وبالحقيقة امين. سبحوا الله في جميع قديسيه، سبحوا في جلال قوته، سبحوا على مقدرتي، سبحوا ككثرة عظمته، سبحوا نبراني بيوتني بشيري نبرم يسوع بنوتي نوت امين. بفزمراوت انجي نوتي بيوت ببانتوكراتور امين. فزمراوت انجي ببنبون جنيسي شيري سوز بخريستوس بن شويس امين. فزمراوت انجي ببنب يسوع بن بركلتون امين. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. يا ملاك هذه الذبيحه الصاعد إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا أمام الله ليغفر لنا خطايانا. المجد لله في العالي وفي الأرض السلام وبالناس المسرة. أمين الليلويا زوك سابتريك أيوك أجيب نفماتي كانينكاي كيستوسيون أستونيون آمين. تنوشي بولف جوي موجي أوبن شوي سوسس بخريستوس مونيمو مفيارو ماري بيك نتكيريني أون سفتم بيك لاوس Sotiumon onainan Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie flogison, aminis moioro, simatania cum evul cum beesmo. Be Christus bennoti. Amina سشوبي. بور تتهريني وإنا أنت كريني سمنا أنت كريني. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
يا قديسة يا طاهرة، صلي من أجلنا كلنا. كافئهم يا رب على قد تعبهم. أشكرك يا أبونا دانيال على تعب محبتك، ربنا يديم جهالوتك. احسبني يا رب ضمن خرافك الذين عن يمينك بعد انتقالي، ادفني زي ما انا بملابسي. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيه.